احنا واقفين على ارتفاع دلوقتي 210 متر تقريبا، واصلين للدور ال 43 على منصة العمل مباشرة. المنصة من المنصات اللي بيبقى بتساعد يعني انهاء العمل بسرعة، فيها تكنولوجيا عالية جدا وآمنة جدا، ونقدر بيها يعني نلم كل تفاصيل المشروع بدون أي أخطاء، ونحافظ بيها على حياة الناس كويس جدا. هو المبنى الرئيسي في المشروع ككل، وفي جزئين: جزء البوديوم اللي فيه خدمات التاور، الجراشات وبعض والمخازن إلى آخره، والجزء الآخر هو البرج نفسه. البرج نفسه فيه أعمال خرسانية اللي هي بتتم دلوقتي وعلى المنصة بتاعتها، إضافة كمان لأعمال الستيل ستراكشر اللي بره، تمام، اللي بيتم التركيب عليها بأوناش كبيرة. والشغل بيتم بالتواتر، يعني بيبقى شغالين الخرسانة تبقى بتطلع بنسبة معينة مع الستيل ستراكشر، بحيث ان هو يحافظوا على سيفتي الانشاءات على قد ما يقدروا. البرج الايقوني ده طبعا الغرض الرئيسي منه هو يكون ان شاء الله اطول برج في افريقيا. هو بيصل ارتفاعه 385 متر، هو حوالي 80 طابق. اول 40 طابق بيبقوا بيبقوا منطقه اداريه، وال40 الاخرين 10 ادوار منهم شقق فندقيه، ثم الباقي 30 هيبقوا فندق 5 ستارز، وفي زي التراس هيبقى موجود في اخر دور بقى اللي هو للمشاهده. البرج الايقوني القلب الخاص بيه قلب خرساني، ده وصلنا فيه للدور ال 43، يعني حوالي 220 متر فوق سطح الارض، وده بيدينا نقطه النهارده ان احنا بقينا اعلى نقطه في مصر، لان احنا تجاوزنا برج القاهره اللي هو اعلى حاجه اللي هو 187 متر، احنا دلوقتي بقينا حوالي 30 متر اعلى منه. القلب الخرساني ده ان شاء الله ينتهي بنهايه ابريل 21. الهيكل الخارجي للبرج عباره عن هيكل معدني، حاليا احنا وصلنا للدور ال 25. الهيكل المعدني ده متوقع ان شاء الله ينتهي بنهايه يوليو 21. الواجهات، اعمال الواجهات الخاصه، احنا عندنا حوالي 50,000 متر مسطح واجهات في البرج الايقوني بس، وان شاء الله تبدا من يناير 21، ومتوقع ان هو ينتهي على نهايه 21 كل الواجهه شامل التاج اللي فوق. في منطقه خارجيه اللي هي بنسميها المنطقه التجاريه اللي هي المحلات والملحقه بيه، مساحتها حوالي 60,000 متر مسطح على دورين، يعني حوالي 120,000. دي برضو ان شاء الله هتنتهي في نفس التوقيتات اللي قلنا عليها. البرج الايقوني بيمكن كاعلى برج في مصر واعلى برج في افريقيا، فالهيكل والنظام الانشائي بتاعه يمكن ده حاجه اول مره تتعمل في مصر بهذه الطريقه.